ايه ده؟ انت مين؟ انت اللي مين؟ بتعمل ايه هنا؟ خد بالك كويس، في نسخة منك ممكن تكون موجودة دلوقتي، نفس شكلك ونفس صوتك. بس السؤال المرعب، مين فيكم اللي عايش الحياة الأصلية؟ تخيل السيناريو ده معايا كده، انت ماشي في الشارع عادي جدا، تفكر في شغلك وفي همك وفي حياتك، وفجأة تلاقي حد واقف قدامك، نفس صوتك، نفس شكلك، نفس تفاصيلك بالملي، بس ده مش توأمك ومش حد شبهك، دي نسخة منك اتعملت جوه معمل. تفتكر يا محترم ده فيلم خيال علمي ولا قصة من المستقبل؟ خليني اقول لك المفاجأة، القصة دي فعلا حصلت من اكتر من 25 سنة، وكان بطلها نعجة. نرجع بالزمن كده لسنة 1996 في معمل هادي في اسكتلندا. مفيش انفجارات، مفيش روبوتات، بس في فكرة مجنونة. علماء قرروا يعملوا حاجة محدش قدر يعملها قبل كده. قال لك بس احنا هنصنع كائن حي من خلية عادية. كل اللي حواليهم قالوا مستحيل، العلم له حدود، لكن العلماء قالوا خلينا نجرب، مش هنخسر حاجة. العملية دي علميا اسمها SCNT أو نقل نواتج الخلية الجسدية. جابوا خلية من ضلع نعجة وخلية بويضة من نعجة تانية، وشالوا النواة من البويضة، يعني شالوا مركز التحكم، مسحوا الهارد ديسك بتاعها تماما. وبعدين حصلت اللحظة الخطيرة، ركبوا نواة الخلايا الأولى اللي فيها شفرة النعجة صاحبة الضرع جوه البويضة الفاضية. بكل بساطة مخ خلية بس بجسم جديد. لحد هنا الخلية ساكتة، مش بتعمل أي حاجة. عشان كده صدمة كهرباء، شرارة. الصدمة دي يا محترم هي اللي عملت ريسيت للخلية عشان تبدأ تنقسم، كأنهم بيقولوا لها ابدأ حياة. والخلية بدأت تنقسم، واحد ورا اتنين ورا 10 ورا 20 لحد ما بقت جنين كامل. بعدها خدوا الجنين ده وزرعوه في رحم نعجة تالتة، والكل مستني هل التجربة هتنجح ولا هتتحط في ملف الفشل زي الباقي. وبعد شهور يا محترم اتولدت المعجزة، دولي ذا شيب، أول كائن حي في التاريخ يتعمل من خلية عادية، والعالم كله اتصدم. بس استنى يا محترم، في تفصيلة صغيرة خالص كده محدش بيتكلم عنها. التجربة دي فشلت 276 مرة، يعني النجاح جه في المحاولة رقم 277. يعني نسبة النجاح يا محترم 36% بس. وده معناه حاجة مهمة جدا، العلم مش ضربة حظ، العلم صبر ومحاولات وفشل 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 لحد النجاح. طب خلينا نفكر بعقل رياضي شوية. كل خلية في جسمك فيها نفس DNA، يعني كل اللي بيخليك تحب، تكره، تفكر، تحلم موجود في خلية واحدة. والDNA فيه حوالي 3 مليار زوج من القواعد. فلو حبينا نحسب ايه احتمال ان النسختين يطلعوا شبه بعض بالصدفة، هنستخدم قانون الاحتمال اللي بيقولك ان البي بتساوي 1 على 2 أس N. الرقم الناتج يا محترم هيبقى 1 وقدامه 1.8 مليون صفر، رقم اكبر من عدد النجوم اللي في الكون. وعشان كده يا محترم مستحيل تلاقي اتنين شبه بعض 100%، الا في حالة واحدة بس، وهي الاستنساخ. وحتى في الاستنساخ في علم اسمه ايبيجينيتكس، وده معناه ان البيئة والمشاعر بتتغير في شكل جيناتيك. يعني النسخة الميكانيكية مستحيل تكون نسخة منك في المشاعر والذكريات. وهنا يا محترم يجي السؤال الحقيقي، لو قدرنا نستنسخ انسان، هل ده انجاز ولا خطر؟ تخيل معايا كده نسخة منك تدخل الامتحان بدالك، تشتغل مكانك، تعيش حياتك. بس استنى، يا ترى مين الاصل ومين النسخه ومين ليه الحق انه يعيش الحياه؟ الاستنساخ يا محترم مش تجربه علميه وبس، ده سؤال اخلاقي. العلم قدر ينسخ الهاردوير بس عجز قدام السوفت وير اللي هي هنا يعني الروح. وقبل ما تمشي يا محترم انا عاوز اقول لك حاجه من قلبي، اعتبرها نصيحه من اخوك الصغير. يمكن طول عمرك بتقارن نفسك بغيرك، نفسك تبقى زي حد تاني، انجح، اجمل، اذكى، اقوى. بس الحقيقه يا محترم اللي محدش هيقولها لك ان مفيش خليه فيك هننفع ننسخها، عشان محدش هيعيش احساسك ولا تجربتك ولا طريقك ولا ظروفك. الاستنساخ قدر ينسخ الشكل لكن ما قدرش ينسخ الروح والقرار والحلم والمشاعر اللي انت بتحس بيها. انت النسخه الوحيده والاصليه في الكون كله. في الاخر الاستنساخ علمنا حاجه خطيره جدا، ان اعقد نظام في الكون ممكن يبدا من خليه واحده بس السؤال ليك انت يا محترم، هل لو قابلت نسخه منك هتكونوا اصحاب ولا منافسين؟ وافتكر دايما يا محترم ان الرياضيات مش بس ارقام، ده الطريقه اللي بنفهم بيها نفسنا وبنفهم بيها لغه الكون. ده كان في حب الرياضيات. السلام عليكم. بس احنا اتأخرنا على التصوير يا مستر. حصل. ايه ده؟ انا مش لسه طردك من البيت؟ ده اللي جابك هنا؟ وتصور مكان ازاي؟